طبعا يا جماعة الخير، لو تروحون على تطبيق شاهد وتكتبون كينغدوم بيطلع لكم قريبا، وتحديدا في يوم 25 مارس. كونيتشيوا ميكاسوتشي. اليوم مقطع نتكلم فيه عن أقوى فواكه في أنمي ون بيس. وآسف يا جماعة الخير لأني ما نزلت شيء خلال تقريبا 3 أسابيع، والسبب كانت عندي امتحانات وما كان عندي وقت عشان أنزل لكم فيديو. فإن شاء الله بنزل لكم كل أسبوع فيديو، وما بقى شيء عشان نوصل 700 مشترك. فإن شاء الله نوصل اليوم 700 مشترك. أحس إني طولت عليكم شوي، فحطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، ويلا خلونا نبدأ في المقطع. Hey, baby, let me see it. في المركز العاشر، فاكهة نيكو نيكو نومي. هذه الفاكهة تمنح صاحبها القدرة على صد أي شيء يلمسه، مكونة كلف صغير جميل في باطن اليد. يعطي المستخدم هذه الفاكهة القدرة على صد أي هجوم من العدو بسرعة مدمرة. قدرات هذه الفاكهة تشمل حتى الغازات، فكوما مثلا يستعمل الهواء حول يده ليرسل هجمات غازية ذات ضغط مرتفع. بالإضافة إلى أن فاكهة نيكو نيكو نومي بإمكانها صد الأشياء غير الملموسة مثل الأشباح والشعور بالألم. وعندنا في المركز التاسع فاكهة أوب أوب نومي. عندما تتحدث عن القوة الخارقة يجب ذكر فاكهة أوب أوب نومي التي تسمح لمستخدمها بإنشاء منطقة تأثير غرفة، حيث يملك داخل هذه المنطقة تحكما كاملا بأماكن كل ما فيها. الأخطر من ذلك هو أن الأشخاص والأشياء التي تخرج من الغرفة تبقى كما خرجت ولا تعود لطبيعتها إلا بالعودة داخل الغرفة، ورغبة المستخدم بإعادتها لطبيعته. يعني باختصار ممكن الواحد يعيش بقية حياته برأس فوقه رجل وتحته مدفع. في المركز الثامن فاكهة يامي يامي نومي، معروفة بأنها الفاكهة ذات القوة الشيطانية الأعظم. فاكهة يامي يامي تمنح مستخدمها قوة الظلام. يستطيع مستخدم هذه الفاكهة بإنشاء كرة ظلام لتمتص هجوم الأعداء وتقضي عليهم بضغط هائل، مثل الثقب الأسود مستخدمها اللحية السوداء تيتش. في المركز السابع فاكهة هيهي نومي. تمنح فاكهة هيهي نومي مستخدمها قدرة الجليد، بما تحمل معها من عشرات الإمكانيات في كيفية استعمالها في المحيط. استخدم أدميرال البحرية السابق أوكيجي قدرة هذه الفاكهة ليوقف التسونامي الموجة الكبير من تدمير المارين فورد خلال حرب القمة. في المركز السادس فاكهة بيكا بيكا نومي. مستعمل هذه الفاكهة يسمى رجل الضوء، وتمنح القدرة على التحكم بالضوء بكفاءة عالية. الإدميرال كيزارو يستعمل قدرته غالبا لركل أعدائه بسرعة الضوء وقذف حزم متفجرة من الضوء. في المركز الخامس فاكهة العنقاء ماركو. فاكهة ماركو من النوع زون من فواكه الشيطان، لا تملك اسما رسميا لها حتى الآن، لكن قوتها لا تصدق، فهي تسمح له بالتحول إلى طائر العنقاء الأسطوري، معطية له القدرة على الطيران، التحكم بالنيران العنقاء، إضافة إلى القدرة الأسطورية لطائر العنقاء على معالجة جروحه والانبعاث من الرماد. في المركز الرابع فاكهة غورو غورو نومي. فاكهة من نوع لوجيا، تعطي صاحبها القدرة على التحكم بأحد العناصر وأي العناصر أفضل من الكهرباء. استعمل إين الفاكهة غورو غورو نومي ليسحق أعدائه بالتحكم دقيق. في المركز الثالث فاكهة سورو سورو نومي. تمنح فاكهة سورو سورو نومي صاحبها القدرة على التلاعب بالأرواح، ما يمنحها القدرة على تقليل مدة حياة أي شخص بأخذ قطعة من روحه. في المركز الثاني فاكهة غارا غارا نومي. فاكهة غارا غارا نومي تمنح اللحية البيضاء القدرة على إنزال كوارث على أعدائه، كونها رجل الكوارث. يستطيع إنشاء هزات أرضية وموجات تسونامي لاحقة لها. وعندنا في المركز الأول فاكهة هوبي هوبي نومي.
بإمكانك استعمال قدرات هذه الفاكهة لتخريب حياة أي أحد أيا كان. تسمح هذه الفاكهة لصاحبها بتحويل أي أحد يلمسه إلى لعبة. ولهنا وصلنا الفيديو، أتمنى يعجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتي. كان معك سوتشي، في أمان الله.